هاي. هاي. كيفك؟ شو الأخبار؟ لذيذ الحمد لله، طمنين عنك. الحمد لله تمام. أنا انصرعت. أنا صرنا اثنين. التعليقات عندي الشامي والشامي الشامي الشامي، أنا انصرعت. صرنا اثنين وصرعنا. أقسم بالله عم بحكي لهم خليه يضيفني مشان نقدر نطلع سوا. كيف نقدر نطلع سوا؟ ما هو المشكلة أنت ما انه بتعرف صح؟ لا بصراحة انا جديد كتير هون، بس بينقوا عندي انه افتح تيك توك افتح تيك توك، ففتحت تيك توك. الفكرة انه انا ما بعرف انه لازم ضيف او اصلا وين بيجي. في عندي طالع تحت ضيوف ومضيفين وحمادة لا بلبن خليني وسردة. أفهمك. هلا أنت بتقدر تطلع بس مع اللي أنت ضايفهم وضايفين، وإذا بدك تطلع مع حدا تاني لازم يكون معك جوال تاني تفتح حسابك تيك توك فيه وتضيف. اوكي. فانا حكيت لهم اذا كتير مصرين او كتير هو طالبني فلخليه لازم يسكر اللايف يضيفني اذا ما عنده جوال تاني ويفتح هيك. انا ما عم شوف غير قمر طالبتك قمر طالبتك قمر وانا طالبتك. الشامي طالبك الشامي طالبك. اتهاري طلعوا عم حمادات يعملوا هدول. مقلب فينا. ايه كيفك؟ والله تمام الحمد لله. انت كيفك؟ اوه الحمد لله ماشي بنشوف. هي اي اول مره بتفتح لايف تيك توك؟ لا هي مو اول مرة، بس ما يعني بطلع احيانا مثلا. في عندي كان طارق هيك مرة سحبني جيست. معرفاتك. يعني ايه بدون ما افتح لايف يعني. اه جيس داخلي اوكي. ايه فما عندي فكرة كيف بدي افتح م. لايف بمعنى اللايف. انا من جماعة الانستغرام اللي كتير قديم على الانستغرام. اه فهمت عليك. هو بصراحه الانستغرام حلوه بس هون الشيء الاحلى انه التعليقات شوي اسرع، وكمان انه بتقدر تفوت مع عالم هيك اجواء. وانا اكتشفت هيك يعني انه جماعة التيك توك هن مختلفين عن الانستا. اه يعني اللي صح. يفتح تيك توك ما حيفتح انستا، واللي بيفتح انستا قليل يفتح تيك توك. اه اللي الاغلب اللي هون بيكون هن تيك توكرز هنا اصلا شهروا بالبثوث. هلا انا اصلا ما يعني انا اصل تبعي يوتيوبر على اليوتيوب. بفتح انستغرام بس بفتح هون اكتر لانه هون يعني انا مشان التعليقات صراحة ومشان الجو احلى. بس هون حيوي اكتر من الانستغرام. بالضبط الانستغرام التعليقات بيكون سريعة موضوع. في ناس. الانستغرام بيكون رسمي زيادة عن اللزوم. انا على الانستغرام بصير هيك كتير رسمية آه. وشلونكم شو الاخبار. هون لا باخذ راحتي اكتر. هون ما في توتر، هنيك لاعب بتوتر. جولة قبل انت؟ ما بس بنفتح ما بعرف طيب خلي اول جولة تكون معي يلا لا اصلا. لاعب جولة بس اه بس اوكي. بنفتح. يعني بس جماعتك حيفرموني هلا، مو حكي هاي. ما بتعرف يمكن اللي عندك يكبسوا عادي. كبسوا. كبسوا. بدي بدي افحمكم انا وتيك توكر. الله عليك. شوف والله منيح سكورك. شوف سكورك اعلى مني. كم اف. حدا عندك باللايف؟ 2800. حلو انا 2500 بس عندك اقوى. شوف كيف ما فشلوك. لا والله كفو الحمادات. كفو كفو. انت يوتيوبر اصلا؟ عندي اه علم انا بس يوتيوبر وانستغرام اكتر شيء وهم يعني كل فترة بفتح بث. مم. انا ما استوعبت لسه الجو هون، بس انه حلو انا الجو هون بس مع الناس الصح بدك تطلع، مش مع اي حدا. لا انا اصلا يعني لحلك شو الترتيبه. بفتح ابو نص ساعه، برميلي في التيشة مثلا، اغنية حكاية وبهرب. يعني ما مو من احلالك. النوع اللي اي مو من انا النوع اللي احلى من بقعد هيك. ساعة ساعتين وهيك. انا احيانا هيك بفتح بحكي مع المتابعين، اذا اجوا رفقاتي بطلع معهم قصص، اذا ما اجوا ما بطلع. وهيك احسن يعني اطلع بس مع الناس اللي بتعرفهم لانه الناس التانية يعني في ناس بيجيبوا العيد بلا لك اياها. يمكن صدمك اذا قلت لك انا بصراحة ما عندي اي علاقات ضمن التيك توك. امم. لذلك ما يعني ما بتجيني عزايم بالعالم. اه. عزايمي لا على عادي الانستغرام. كله مع الوقت. انا اصلا بتعرفي ما صار لي شيء منزله، بس قالوا لي هيك فات من النوم قالوا لي انت ترند انت والاكس تبعك. قلت لهم شو يفضح عينكم مين ترند؟ لا بيحكوا علي بالتيك توك. رحت نزلت تيك توك طلعوا بيحكوا علي بالتيك توك، وفتت لقيت الجو لذيذ. يعني اكيد بعرف التيك توك، يعني مو جاي من المريخ، بس ما كان عندي إياه. مم. هو يعني حلو التيك توك بس شوي يعني انه بياخد من وقت الواحد، يعني اذا فتحته ما عاد تطلع منه. تيمار صح حبيبتي ثانك يو. صح. ظل البني ادم تقريبا نفس الخوارزميات تبع مفهوم الريلز اللي على الانستغرام. ايه بالضبط. هو اصلا الريل اخذوه من التيك توك الفكرة. ايه بس بعموم هون السردات عم بتصير اكتر. لايف، جولة، أحاديث. وهون في شوي بالانستغرام ما في دراما، هون شوي في دراما.
في اكشن، سمعت عم بتصير اجزاء وعم بتصير شغلات. مسلسلات وقصص. هدول مش جوي، انا هدول ما بحبهم. والله مو جونا كنا. شفت هيك شيء انه عم شوف يعني جزء اول جزء ثاني وجزء ثالث. شيء كثير على عيني، بس عادي. بسلوا لانه اصلا متوسط الاعمار اللي هون بعتقد 15 16 14. هلا في كل الاعمار. هلا تيك توك انا بحس البرنامج الوحيد اصلا اللي فيه حتى كبار محمليه لانه بيسلي البرنامج. بس البثوث بحس اكثر ناس بيتابعون بالاخص بثوث المسلسلات صغار. صح عقلتك. امم هو تسلاية، كله آه، تسلاية، كله هيك تضييع وقت. اللي ما عنده شغله وعامله بفوت على التيك توك بيتسلى. 100% يعني مو بس ما عنده شغله وعامله. 100% هلا مدبر. قصدي حتى على اللي بيتابع مسلسلات وهالقصص هدول. يعني احنا كمان حاليا بصراحه بما انه الدنيا كلها صارت سريعه، مم. ما عاد لنا خلق نشوف مسلسلات. هي المسلسلات بتسلي اكثر واسرع، بتخلص سريعة بسرعه. 15 ثانية. خلص بنشوف الفيديو وبيخلص بسرعه. أنا بفوت على التيك توك قبل ما أنام، بقول بدي أتصفح 10 دقايق وأطلع، بلاقي الساعة 6 الصبح صايرة وأنا عم بتصفح، فما خرج أفوت عليه وأنا عندي شغل أبدا. قال بتغني انت؟ أنا يعني أنا مش مطربة، بس إنه بيحكوا لي صوتك حلو، بس يعني ما حلو كتير، فبلا لك إياها. بتجرب؟ ملعبك أنت الغنى مش أنا. انا والله ادمي ما دخلني. هذا خلاص. ما بغني لا. أوكي ماشي. خلينا نجرب عندك. ماشي. لا لا بلا لك إياها، والله بلا لك إياها. والله بيكتبولي صوتك حلو، خليها تغني الكومنتات بحبوا يعني هيك انه انا عاملين مطربه وكل شيء هيك. طيب ايه بركي. طيب حغني تركي. تركي. التركي الوحيد اللي بيزبط معي شوي. ها مم. جايز اغني اللي غنيت لكم اياها قبل شويه لو الاولى. يفضل عينكم على قولوا لي. الطاير. قولي. والله ما شاء الله انت اخذت جوله. الاولى اوكي. والله ما توقعت هدول الحمادات يفاجئوني دائما. كانت تشوف. مبروك الفوز. والله ما نفتح خجلوني. جوله ثانيه ورح اغني. يا حمادات الفرامة من هو هلا صح. بدون تنمر، ها صوتي مش حلو يعني عادي. يلا امين. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engelde zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. خلصت. بس انت عم تلبسيني في خامة. يعني اتوقع اذا بتدرب بيطلع مني شيء، بس انه مو جوي، ما بغني. حتى ما بدك تدريب شوية يعني. مهندس صوت شاطر وكاتب وملحن شاطر بيطلعك. اخذنا شهاده من المطرب يا جماعه، بعد لا حد يحكي وياي. ما 3/4 يلي عم بسمعون هلا كله تصحيح صوتي يعني عم بصير. تعديل. أمم. شكرا خجلتني. لا منيح. بس تركي. هلا اللي بيزبط معي اكثر شيء تركي، يعني هاي اما اذا بغني عربي لا بلا. عيد بجيب العيد. ليش العربي أصعب بالنسبة لك؟ بحس ايه، او يمكن أنت لانه حسب الطبقه، ما كل الطبقات بقدر اغني، يعني اكثر شيء هي الطبقه تبع هاي البنت، هاي المطربه بالذات. جماعة اسطنبول منسجمين بالمجتمع التركي. أنت بتركيا؟ انا باسطنبول. انت وين عايش؟ تركيا. والله وين؟ كنت باسطنبول
صار لي شهرين طالع منها، ضليت 7-8 شهور باسطنبول بس ما حبيتها وهربت. إيه هلا هربت. استقريت بغير محل؟ لا أنا لساتني بتركيا بس بمكان بسموه أورفا. اوكي. هذا غريب ليه المكان ما حبيت اسطنبول؟ كتير حلوة بالعكس. يعني هي حلوة كمدينة، بس بكوني بني آدم جاي من مكان من 9 سنين عايش فيه ما فيه زحمة وهادي وريفي اه وحباب وكيوت ولزوز، ومجتمع اسطنبول هيك غريب هو شوي كان حسب علي. المنطقة كمان اللي تسكن فيها، لأن اسطنبول يعني لحالها بلد، اسطنبول كتير كبيرة. صح. هلا أنا ما قعدت تحت، قعدت نواحي فلوريا، امم. فكنت كتير بعيد. هي نقطة مهمة. صح بعيدة. يعني كان إذا ممكن أطلع برا البيت ما كان فيني أروح غير على كاي شهير، بشك شهير بالعموم. لا هدول لأنه قريب هدول علي. أنا بسميهم حافات المياه كتير بعد. أنا هنيك كنت ساكن، يعني هنيك كان اللي حوالي. تحت ما تقبلت، يعني لما كنت انزل لتحت على البلد مو طبيعي الزحمة. يعني كنت مثلا بدي انزل اسهر تحت، فاتح. مثال مثلا. فاتح ما حترتاح بالأخص إذا كنت معروف، لأنه كتير مم. يعني ما في أتراك قليل. حتى من ناحية تانية، بعيدا عن كوني معروف، عم بحكي بصورة عامة. إذا بدي إيه. انزل اسهر كنت أقضي ساعتين بالطريق مشان ساعة تحت وارجع ساعتين. فلا، لا أخي لي. قلت لك هو أنت عندك مشكلة إنه ما كنت تعرف شو المكان المناسب اللي تروح عليه أو تسكن فيه. بتفادي من كتر. أما هلا أنا صار لي 12 سنة هون. مم. بحكي لك انا كتير رايحه اماكن بتركيا، احسن مكان للعيشه هو اسطنبول، بس بدك تعرف وين تروح وين تجي، بدك يعني تكون عارفان المناطق كلها. ايوه انا حتى بحالتي تحديدا، اذا بدنا هيك بدنا نحكي بحالتي انا، حتى باورفا مالي عايش باورفا، يعني حتى مالي باورفا ضمن مجتمع اورفا، منعزل كتير. يعني هي اصلا منطقة متطرفة فانا متطرف اكتر منها. اه. وهذا الحكي مو جديد، لانه هذا الحكي من سنين طويلة كتير. انا مم. حدا بطبعي اصلا يعني بطلع كل شهرين 3 مرة من ما البيت. بتحب الزحمه والعالم كتير. ابدا. ايه فما هو اللي تعبتني اسمع اسطنبول. الحلو هون في مناطق هيك، بس انت يمكن ما عرفت وين تقعد بالضبط، في مناطق هيك وبس بدك بس بيخطر على بالك ويعجبك بتقدر تروح على اماكن الزحمه اللي فيها ناس، بس بيعجبك بتقدر تضل بمنطقتك الهاديه. بس يمكن ما كنت مع الناس صح او ما عرفت كيف تروح. ممكن هلا انا آه، يمكن هي بالعموم. الفترة هي ال7 شهور اللي قضيتها كانت هي شغل أكتر مما تكون إنه أنا بدي أستمتع بالمدينة. ايه مشان هيك ما حبيتها، لانه الشغل ما شو بدك تشوف. 100%. بعدين هلا كنت آخذ بيت وكنت مظبط كل أموري وأساساتي باسطنبول على إني أنا خلص مقيم. بالإضافة أنت بتعرف إنه نحن وضعنا كمغتربين، إنك تطلعي من محافظة لمحافظة وأمر جدا صعب. ايه. فضيقولي خلقي من الأوراق. امم. ما كان في عندي كتير حرية حركة فهربت. واصلا كنت عرفان انه انا بقالي شهر شهرين بتركيا، لما هيك عندي جولة برا تحت بلبنان وبالاردن وباوروبا حفلات. ايوه فقلت حلو. فقلت بقضي هالشهرين حلوين هون قبل ما انزل اعمل جولة حفلات، عرفتي. رح ترجع لما تكمل جولتك، حترجع على تركيا ولا حتستقر برا؟ انا بحب تركيا، متعود على تركيا وانتمائي الآخر. يعني أنا بحس إنه بلدي الثاني تركيا، يعني مو انتماء 100% بس بحسها بلدي الثاني. بما تركيا إني حلوة صراحة. كبرت هون ودرست هون وفت على البلد اي عمري تسع مواليد؟ سنين 2002. صغير. فكرتك اكبر. قد ايه بعنا عليه؟ يعني 98 توقعت 97 هيك شيء. ايش شو كبرتيني. ما بعرف، ما حسيت العمر كله. لا عمري هلا بعد كم يوم ب2/6 بصير 21 فعليا بالضبط. مم. حلو ما شاء الله، عمر كله فرق بيني وبينك 3 4 سنين، انا توقعت اكثر. لا انت مواليد 2004 2005 5 6 بالنص. 2006. لا حدا يكتب لي جوزاء بفرمكم ها. برج الجوزاء. لا هن عرفوا لانه 2/6 قلت له. وليه؟ وليه مزاجي. والله العظيم صيت على الفاضي ادم يعني. اكيد عادي عادي بتصير. ايه بس حابب هلا قبل ما انزل على لبنان مم.
أنا بدي أطول برا تركيا، حابب مرة على اسطنبول، مرة هيك أرجع لي فيها 15 يوم زمان، لأنه بدك تقعد باسطنبول بلا شغل، رح تنبسط. جاي تلاقي عن جد هالمرة. يعني هال 15 يوم بدي أجي أقضيهم بس شوف رفقاتي يعني أنا صار لي هون 12 سنة، تخيل هلأ لما عم بطلع عم بكتشف أماكن جديدة وأشياء جديدة وعم بنبسط. تخيل 12 سنة أنا جيت لهون كنت هالقدي. نحن يمكن بحرفية الشغل بنختلف شوي على بعض، بس نحن كلياتنا تحت مفهوم واحد اللي هو نحن ما فينا نستقر بمكان دائما، صح. نحن بنضطر نسافر. بالضبط. فتركيا مريحة لإلي، بس ما حقدر أقعد فيها لوقت طويل أنا يعني. بضلني أسافر بروح وأجي، بس يعني المقر الرئيسي هو تركيا، اسطنبول. والفكرة إنه نحن حتى ما حدا بيلقطنا بمكان، ما حدا بيعرف نحن وين بالضبط. بالضبط، ما هو حدا هيك لازم بيعرف. غموض. يب. شو اسمه؟ غنينا شي أمان، التعليقات عندي كلها خلي يغني خلي يغني. أقسم بالله، إذا مانك بالمود عادي لا تغني. رواق. بس شو بتسمعي انت بالعموم للشامي؟ او شو مر عليك يعني؟ أنا صراحة أنا عرفتك من غنية ليلى. هاي الغنية الوحيدة اللي بعرفها إلك، وفي وحدة هلأ ترند كان حاطة أنس اللي هي مشاعر هي اللي جديدة بيت أتوقع. الماضي. مم. فأنا ليلى كتير بحبها، كتير حلوة. ليلى، ما المشكلة انه هي ليلى الكورس تبعها عبارة عن ليلى 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 اخ ليلى، عرفتي؟ بس هيك بتكون عم تتكرر. ممكن انا اللي بقيت بالماضي عم عارك فيك عالفاضي، شوف العيون عميانين تذكر شو خطيت، كلمة عليك كمان هي العيون، بشعل حرب لعيونا، هي اللي بكون أو ما بكون من دونا، هي القلوب حق الرب ما بخونا، هي العيون بشعل حرب لعيونا، ومنك كل شي ناقص ما زادت غير بلاد، مشاعر اللي بيته كل شي أساسات، تحكي عني برضا تحكيني بذكريات، كيف كل الأسى فيه وكل الجمال، بفديكي وحق الله لتشوفي روحي، ما دقت أنا النوم وينك لتشوفي نوحي، لمشي حافة وينك أنا يلي بحب بيوفي، أفديك حق الله لتشوفي روحي. الله 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 الله، حبيت. غنيت لهم كتير باللايف الماضي. يعني هو أحسن شي تطلع لايف وتقعد تغني، بلالك تطلع مع حدا يكون يجيب العيد وتندم بعدين إنك فتحت لايف أصلا. فعليا بما إنه حدا ما كتير بطلع من البيت، فشو بكون عامل أصلا كل يومي؟ عليكم المايك على يساري إيه. والضوء هو ضوء الشاشة، فأنا يومي كله هيك بكون قاعد عم بكتب ولحن وسجل وغني، فلما بدي أفتح لايف يكون داخلي يعني تعالوا حاكوني حمادات، غيروا له جو، طلعون من الموسيقى، فهن غني. غني غني. ف... يمكن لأنه مش متعودين عليك إنه تطلع وتحكي معهم، بتكون دائما إنه عارفيك كشامي المطرب، مش إنه الشخص. هلا أنا مضايق لهم خلقهم شوي لأني غامض زيادة عادي لدرجة. فيك تكون غامض، بس فيك تطلع يعني مثلا لايف حتى لو على الانستغرام كل فترة، إنه تدردش مع المتابعين، تخليهم أقرب إلك، مش ضروري تجاوب على الأسئلة الشخصية، عادي. لكن أنا بطلع كتير أصلا، إيه. بس بطريقة يعني هن ما بيفهموا مني شيء، ما بيعرفوا عني شيء وما بيفهموا مني شيء ومو يعني كأنه ما بيعرفوني، بس أنا بطلع. هاي مشكلة الغموض اللي هن بيعانوا منها، لذلك حتلاقي أغلب هلا إذا بتجي بتعدي مكاني وتشوف التعليقات حتلاقي كلها أسئلة إنه مين فلانة، شو هي حمادة بلبن مين، عرفتي؟ كله هيك سردات. عادي فيك إنه تحكي إنه حياتي الشخصية لحال، السوشيال ميديا لحال. أنا كانت قبل كتير تجي أسئلة هيك، هلا بس أنا بحكم إن أنا يوتيوبر وإنفلونسر، فبكون إنه مش بدرجة الغموض اللي أنت فيها كمطرب، بس كمان في أشياء إنه في أشياء ما لازم العالم تعرفها، صح؟ فإنه بحكي له إنه هذا الشيء لحال، السوشيال ميديا لحال، أنت بإيدك هذا الشيء بتقدر تفصله، فكتر شوي طلعاتك هيك مع المتابعين، دردشاتك، قصصك.
ايه يعني تخيلي انه اصلا جماعة التيك توك او مثلا خلينا نقول التيك توكرز بيستخدموا الاغاني بس هن ما بيعرفوني، وانا مم. ما ظهرت عليهم، فلازم شوي اتعامل مع الموضوع. كأنك انت ما فزت بولا جولة اليوم. والله يعني ما شاء الله عليك، يعني والله طلع عندك مستوى. لا انا متابعيني شو بيعملوا لما اقعد احكي مع حدا بيركزوا بالحديث وبس الجولة. بدك تحكم علي؟ لا فكرت يعني. اول لا مرة بنطلع سوا. مسالم انا. انا كمان اول جولة على فكرة فزت وما حكمت عليك يعني. اول جولة فزتي؟ اه. لا اول جولة طيب جولة خسرتي. على احكام. جولة كفو انت. احكام. بخاف من الحمادات. يلا جولة احكام يلا. طيب يلا. يلا يا جماعة كبسوا لا تفشلونا. حمادات كبسوا. انتم. ثواني شوي، ثواني شوي. انا اذا خسرت ولا فزت حغني لكم. يعني انا هيك انتم رضيانين ومبسوطين وانا انت حتغني، بدي انا شو اغني لكم. حاعمل؟ اذا فوزتوني حنزل لكم فيديو يوتيوب هاليومين. ماني مصورة اذا شيء. اذا فوزتوني حسرب لكم غني. اذا فوزتوني رح اصور لكم بوست باكر. ضعنا. المهم انا عندي ثقة بالحمادات انه ما حيخسرون اليوم. شو بتقلون؟ حمادات. شو معناها؟ اوكي. بالمجتمع اللي انا طلعت منه مم. 90% منه اسمه محمد. اي بني ادم سوري بيعرف هالمعلومة. ايه. تمام. كبس او على الدائري السايق. والسوري اوكي. فدلع محمد شو؟ حمودة. حماد. فبما انه نص الشعب السوري اسمه محمد، فاي حدا ما بنعرف اسمه مباشرة بنقول له حمادة. انا كل ما اشوف حدا عم يركض بالشارع بقول له اركض حمودة. 100% هي. فانا لما اجوا لعندي مفهوم الفانز هدول وبدي اطلع لهم اسم، طيب فلان شو اسمه؟ حمادة. طيب هن كلهم حمادات، فهن حبوا السردة كلياتها وخلص صار اسمهم حمادات. شوفي عم يخسروكي، شو بدش قوايا. حمادات طلعوا قوايا. جماعة كبسوا كبسوا فشلتونا. لا الحمادات ما بنخاف عليهم. جايز اكو دبل، فرصتنا بالدبل. ترى اجانا تحدي، يعني تحدي على احكام. او جنيد، شلوني انا وتيك توكر؟ انت شامي؟ انت اسمك شامي اصلا. لك انا شو عم بسأل. انا سامي. لا لانه انا خلقت بالشام وربيت نص عمري بالشام، فعم حس اللهجة انه نفس الشيء. مم. انا شامي، مو شامي اعتيادي، شامي ميداني. نحن جماعة ما بنحكي طبيعي يفضحينه على الطاقية، بنحكي بشفتر. حسيت. لا انا بالعادة اغلب السوريين اللي بطلع معهم بيكونوا بجقجقوا حلبية. اه لا بحس هو بانتماء لما اطلع مع حدا شامي لانه نفس لهجتي، انا بحكي سوري بس شامي. انت لهجتك شامية، اصلك منين؟ انا عراقية. عراقية. يلا كيمات. حيهم. ثانك يو. نور اللايف. يلا حيهم. اقدر احكي وياك عراقي بس يعني ما صعب ما راح تفهمني، فضل احكي وياك سوري احسن. ليش؟ وانا زاد احكي عراقي. تحكي عراقي؟ يعني خلص مو صح. بحيل زين، يعني بس بحكي نص عراقي. نص. Thank you. انا اف اف والله فرموك. اوه لا والله بلش والله. عندك المستوى يطلع. والله الحمادات كده بخوفوا. بدي ايه. طق شو انا قلبي ما عندي بالقبضات. حمادات. هلا انا بغيب عن التيك توك كثير، بس غيب عن التيك توك روح عند عمر. ايوه ثانك يو. انا كمان على فكره انا ماني الشخص اللي بفتح كل يوم. انا هيك على المود حسب المزاج. صرت أربعة بتركيا أنا، مو كأنه. ويت. انت التوب الرابع وانا الخامس. هذا أمورنا رايقة من أول كم بس مش لايف انس بعدها أحكي. فاتح لايف اصلا. أنس. عم يقولوا لي طلعي الشاي مع انس. شاي. جد ضيفي أنوس كتير بحبه أنا. بس زينة حسيت. جد همو جايز عندنا شقوطة. دقيقة يعني نقدر نصلح الوضع، يعني نقدر. والله أنا شايف ما حدا يدري، صعب شوي. ماشي بلاش هايط علينا، هو ماله بالتيك توك هيك. هلا ماشي. الأحكام بيد المتابعين، أنا ما حأصغى لأنه ما بعرف كيف سيستم الأحكام. خلي هن الحمادات يحكموك. حمادات يعني احنا
بين بس بعضينا بس وحبايب. الحمادات، شوفي شو الفرق، حخلي الحمادات يحكموك، بس الحمادات ما بيخلوا حدا يحكمني. شفتي؟ مم. حلو، أكلنا هوا. يا جماعة آخر ثواني، أحد يسوي شي، سوي شي. اسمع اللي فوزني ما أدري شو أسوي له، بس يعني شو بيقولوا؟ طناخة طناخة جواب كبسة. أيوة طناخ. 20 ثانية، الله يستر. إجا حسين، حسين سوي لك شي، يحكي لك كلمة. سوي له شي، خسرنا تخزينا. طلعي أنس، يلا يا جماعة بس تخلص الجولة نشوف إذا أنس موجود. والله ما فهمت. عادي يعني، شوف يعني، شوف الساعة قد ايه الساعة؟ الساعة 5. الناس نايمة صح؟ مم. بس 4000 بني قاعدة آدم فايقين. عندي 4000 بني آدم فايق. أنا عندي 3000 بني آدم فايق، بس يعني ليك تعرف شو؟ أنا خليني أقول لك شو هن ليك صافنين بجمالي، عم ينسوا يكبسوا، ينسوا يتفاعلوا. حلو، ايه. منطقي، بس هذا يعني إنه ما حتنحكمي اليوم. اه. يلا شو أحكامك؟ تفضل. أنا ولا خلني ثواني، إذا قالوا الحمادات ما تحكمها ما أحكمها. شو حمادات؟ خليني أشوف أنس والله. جايز كتبوا لأنس، كتبوا له قولوا له قمر الشامي ينتظروك، إذا ما خلاص يجي حتى. بيحبوك الحمادات، سماح. والله يفضح عينكم لين انتوا بتخونوني وبتعرفوا ناس تانية. قولوا حمادات كفو. بس هو شوف، بحكم انه كمان اول مرة بنطلع سوا، يعني شو بدك تحكم علي يعني؟ يلا خلاص. ما بيصير. صح عيب عيب. خلاص المرة الجاية. جايز انس موجود، بعت لي انس، يلا. هلا والله. انا حاقد عليك.